اتحبكت وانا جايه اصور. يعني انا قاعده عادي، كانش في اي حاجه ولا كان في اي حاجه معطلاني، معرفش يعني. ورجعت لكم تاني بفيديو جديد ومشتريات جديده. تا 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 تا. نقول مسا مسا على الناس النشيطه كويسه. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. زي ما اتعودتم بتشاركوني يومياتي بكل تفاصيل. عاوزاكم بقى تحطوا لايكات كتير وتشيروا الفيديو في كل مكان، ولو انت جديده يا ست الكل تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغروطه من قناتي اشعار بكل لايف او بوست فيديو جديد بمشيئه الله هقدمه معاكي. اشتريتي من امازون وجوميا بتبقى مع بعض شويه، ومش عارفه صراحه يعني انتوا متقبلين نور من غير اي لعب في الوش ولا لعبكه ولا تحديد حواجب ولا حبه رسمه عين وحبه اي شادو وحبه تنت هنا يحمروا الخدود والدنيا دي ولا لا. بس انا الصراحه بحب نفسي على كده، فلو انتوا بتحبوني على طبيعتي بدفوهاتي من غير ما اداريها او احاول ان انا اداري عيوبي عشان اطلع معاكم بارتياحيه على موضوع المشتريات والحاجات اللي انا بجيبها وفرتكه الفراتيك اللي انا بفرتكها وان انا تحسوا الفلوس بمسكها في ايدي بتقعد تقرصني عشان خاطر اصرفها، دي حقيقه فيا والله العظيم. المهم يا اخواتي، حابه بس يعني اوضح نقطه معينه. انا في بيت والدي كنت متعوده على حاجه ما قدرتش ابطلها بعد الجواز. يعني مثلا في بيت والدي كنت متعوده ان هو يوم القبض بتاعه، انا والدي ما كانش موظف فشغله شغل حر اللي هو صنايعي على باب الله، تمام كده. فشغله قبضه ظروفه مختلفة، كان بيقبض بالاسبوع. فانا ليا في يوم معين في الاسبوع ده ليا مصروف، بقعد كده استنى بابايا لما يجي، وكانت بتبقى فرحة بالنسبة لي ان هو بيجيب كل الحاجات اللي احنا بنحبها في اليوم ده وبنبقى قاعدين مستنيينه، لان بيبقى بالنسبة لنا تاني يوم اجازة، فكنا بنبقى سهرانين بقى والليلة معانا كانت بتبقى جميلة قوي. وبعد ما بنتعشى ونشرب الشاي ونتفرج على التلفزيون شوية ومش عارفة ايه، كان كل واحد بقى بيتوزع عليه مصروف، وساعات كان يوزع علينا مصروفنا قبل ما ناكل اصلا. يعني ساعات مثلا كان اول ما يدخل من الباب خدي مصروفك، مصروف البيت، مصروف مش عارفه ايه. فبالنسبه لي كانت طقوس كده وحاجه انا كنت بحبها. مصروفي ده انا كنت ببقى حره فيه، اصرفه على حاجتي الشخصيه اللي انا محتاجاها كبنوته، احوشه عشان عايزه اجيب حاجه في جهازي، ادلع نفسي اجيب شوكولاتات، بسكوتات، شيبسي. انا مدمنه الحاجات دي من زمان يعني مش من دلوقتي. فخلاصه الكلام يا اخواتي، عايزه اقول لكم ان انا بعد ما اتجوزت، انا اول ما اتجوزت كانت قناتي فيها مشكله كبيره اللي هي بتاعت يوميات نور، وحرفيا القناه ما كنتش شغاله عليها وشبه ان هي مش معايا. يعني حاولت ان انا اقنعه بكل الطرق ان انا قاعده عندي وقت فراغ كبير وان دي حاجه انا بحبها وبحب ان انا اتسلى فيها والكلام ده كله. عايزه اقول لكم يا بنات اقسم بالله، انا هقول لكم على غلطه انا كنت يعني عملتها في بدايه جوازي وما اخدتش بالي منها غير لما كنت خلاص، يعني كان خلاص جوزي اتعود على الحاجه دي مني، ولما بقيت اجي ان انا اطلبها بقى بالنسبه له حاجه غريبه، اللي هو انت ليه بتطلبي مني يعني. ففي بدايه جوازنا انا حتى ما كنتش، يعني اللي متابعني كويس هيبقى عارف ان انا ما باخدش مصروف بيت في ايدي، يعني ما بمسكش فلوس في ايديا. يعني مثلا ما بيقولش خدي مصروف البيت ده لو انت احتاجتي حاجه في البيت هاتيها، لا. في بداية الجواز قعدت يعني شهور طويلة جدا على كده، وكنتش باخد ولا جنيه في ايديا ولا حتى مصروف شخصي ولا اي حاجة. المصروف الشخصي ده، يمكن مصروف الشخصي ده انا مش باخده الا في حالة لو هو مثلا هيبات بره البيت يوم مثلا وبيديني على قد ظروفه، وانا من معايا او من شغلي انا بكمل واجيب اللي انا عاوزاه. يعني مثلا في اليوم ده لو حبيت ان انا اكله من بره مثلا، مش عايزه اتعب نفسي مادام هو مش موجود في البيت، فمش مضطره اقف في المطبخ، فبجيب بقى اجيب كل حاجه انا عايزاها بكمل عليها. بس بيبقى فيه مصروف معين هو بيسيبهولي ايا كان ظروفه وقتها، معايا ما معهوش الكلام ده كله. فخلصت الكلام، عايزه اقول يا بنات ان طبعا ان يعني ان انتي تبقي في عصمة راجل ويبقى راجل محترم ومراعي بيته ومش مقصر معاكي، دي حاجة كويسة وعلى عيني وعلى راسي وكل حاجة تمام. بس الشغل سند، الشغل سند، وقرش متوفر في ايدك برضو سند ليكي. لما بتتذليش على حاجة، لما بيبقى في نفسك حاجة مشتهية ان انت تاكليها وحاسة ان هي دي يعني عارفين اللي هي رفاهية، مش حاجة ضرورية ولا حاجة اساسية ان لازم تتجاب، ولكن انت بتجيبيها من حاجتك الشخصية، فهو ملوش ان هو يتحكم فيها او يقولك انت صرفتي فين وديتي ايه عملتي ايه. لا دي فلوسك انت، فانت ليكي حرية التصرف عليا في مشترياتي الهبلة دي وتقولوا لي انت تافهة وانت مش عارفة ايه. مفيش احلى من التفاهة، ماشي؟ مفيش احلى من التفاهة. بسم الله.
بصوا قال. بسم الله. الاول انا مش عارفه ليه حاسه زي ما يكون في حاجات مدلدقه. الاول اوريكم ايه، الاول اوريكم دول. ده يا بنات بس مش عارفه ليه البتاعه مطربه كده وطالع عينيها. المهم ان انا جبت ده بتاع جونسون، اللي هو 170 جرام، ده الحجم الكبير. المرطب ده انا جايباه عشان استخدمه قبل الميك اب. زي ما انتم متابعين معايا انا جايبه انواع مرطبات كتير جدا، ولكن كذا حد كتب لي في التعليقات ان بتقفل المسام وان هي تقيله على البشره ومتبقاش حلوه، فانا عايزه حاجه خفيفه فجبت ده. انا كنت بستخدمه وانا بنوته على فكره وكان حلو جدا، بس كنت بستخدم الاكياس. قبل ما انسى عايزه اقول لكم ان انا جايبه منهم 2، واحد ليا وواحد هوديه في الهديه اللي انا بجمعها، فخليكم بقى مركزين معايا عشان غالبا كده لسه هطلب حاجه. بسم الله. انا ما جربتش ده قبل كده صراحه، مش عارفه الدنيا هتبقى عامله فيه ايه. جولسترين حاجه كده يعني. المهم يا بنات ده برضو جايباه هديه ماشي. والقمر ده عشان جربته وعجبني جدا فجبته عشان يبقوا ضمن الهديه. فتحفه يا بنات. كلين اند كلير ده يجنن اقسم بالله، رهيب وريحته جباره وتحفه قوي. يعني بيخلي البشره يعني بصوا بتلمع كده لوحدها، اللي انت اساسا ما بتحتاجيش تحطي عليها اي مرطبات. هو المفروض ان هو غسول يومي للوجه يتحكم بلمعان البشره مع خلاصه الفواكه وعشبه الليمون، فده يجنن. اوبا ما هو لازم يدلق. طب انا هعمل فيه ايه ده بقى؟ هقول لكم على حاجه، انا بتكلم معاكم بما يرضي الله. تكسير البرطمان ده مش عيب تغليف ولا عيب اي حاجه يعني، عشان كده الحاجه ملحوسه. التكسير ده من عموري، بس السبب فيه باباه. بابا لما بيحب ان يخلي عمر يتشغل باي حاجه بعيد عنه بيديله اي حاجه وخلاص. فاداله الكرتونه وانا قلت له فيها حاجات هتتكسر، فعمر جابها ورماها. قلت له فيها حاجات هتتكسر. انا اصلا استنيت لما الاولاد يناموا عشان اعرف افتحهم، عشان عارفه ان هم بيمسكوا البرطمانات والحاجات دي بيلعبوا بيها. شايفين المنظر؟ فده العيب على باباهم ماشي، العيب تغليف ولا عيب اي حاجه، عشان الواحد يقول الحق يعني، يقول اللي ليه واللي عليه. فده كان نازل عليه عرض. بصوا هو نفس ده بالظبط، ده الحجم الكبير، لان انا لما بجيب الصغير بيخلص مني بسرعه. فكان نازل عليه عرض تقريبا ب60 جنيه او ب65 حاجه كده، ل90 جنيه. يعني يعتبر نفس سعر التاني الصغير اللي انا بجيبه. يعني حسبتها لقيت الصغير بتجيبيه ب45 و45، لو هجيب 2 فدي 90 جنيه. طب ما ده نزل عليه عرض بدل 90 60 جنيه. طب ما حلو قوي. بس ده هينفع ان انا استغله ولا لا عشان الازاز؟ اكتبوا لي بقى في التعليقات. بصوا المنظر، مش عارفه كده بقى هرميه ولا ينفع ان انا اخد منه ولا اعمل ايه، مش عارفه بصراحه. الله اقول ايه. الحاجه اللي بعد كده جبت لاولادي الدروبس ده ماشي. انا متعوده اجيبه لهم على طول. ده بتاع ابو عوف، ده بطعم القهوه، تحفه. انا متعوده اجيبه على طول فعارفه طعمه وهو حلو قوي. طبعا انا هفضيه دلوقتي في البونبونيره. فده كان سعره 15 جنيه. وجبت لهم كمان بطعم الكولا، يعني شكلت لهم. هو المفروض الكيسه ربع كيلو، يعني المفروض ده ربع وده ربع، بس ده اغلى شويه تقريبا. ده كان ب18 مش فاكره يعني. المهم ان هو بالكولا ده اغلى شويه. ايه يا عموري جدا اشوفهم بصراحه. بصوا يا بنات انا كنت محتاجه عارفين اللي هي اسمه ايه، الطب القط ده اللي انا محتاجاه للبيت. يعني محتاجه ان انا اشتري منه يكون قطن كده ويبقى للبيت. فانا دلوقتي هفتحه وهشوف كده، ويا رب يا رب المقاس يطلع كويس، لان طبعا لقيت ان كله بيتكلم على حوار ان المقاسات ما بتبقاش مظبوطه. ماشي. هما جاي الحمد لله 3 الوان مختلفين، واحد اسود، واحد لونه جراي، والتاني نبيتي او مش عارفه، مش حاساه نبيتي يعني، حاساه لونه كده غريب. نفتح النبيتي. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهم سنه لكرة. طبعا انا جايبه المقاس 3 اكس لارج. مش عايزاكم تتفاجئوا من مقاساتي الفتره دي، بس انا فعلا محتاجه. ثواني اشيل دول كده عشان تشوفوه. محتاجه مقاس يكون كبير شويه. طبعا هو مش طويل، هو توب عادي يعني قصير. فده كده شكله
تمام. انا حبيت ان المقاسات تكون واسعه شويه، بس خامته تحفه بصراحه. هو مكتوب عليه اهو 3 اكس. بصراحه يمكن البيع الوحيد اللي لقيت مكتوب عليه ان لو في حاجه ممكن ان انا اعمل لهم ان انا ارجعهم يعني وكده. بس انا ايه هشيك عليهم سريعا معاكم. ده الاسود حلوين قوي يا بنات، وعلى فكره ينفعوا برضو تحت اللبس كده بتوع الخروج، برضو هيبقوا لذاذ. نعم يا حبيبي. بصوا الخامه تحفه. التلاتة دول بقى سعرهم كانوا كام؟ ثواني يا توته ثواني. ودي اخر واحد. حاضر يا توته. بصوا شكله. بس انا مش عارفه، هي تقريبا اللي هي الطويله دي، تقريبا الحته اللي هي الطويله دي بتبقى قدام، وده بيبقى الظهر غالبا يعني. المهم يا بنات ان ده كده شكلهم اهو، بس اكيد الخامه مش تبقى واضحه لكم بصراحه. كده التلاتة دول سعرهم كانوا قمر. كانوا عاملين تقريبا 140 جنيه بدل، وده ارخص سعر. الماركه بتاعتهم تقريبا اسمها ميستري حاجه كده اهو. اكيد طبعا هتبقى مقلوبه لكم عشان بصور بالكاميرا الاماميه وبس. والله يا اخواتي ده كان فيديو النهارده، متنسونيش بدعواتكم ولايكات كتير.